السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الغاليين، اهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي قناتي حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على علامة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا اشعار. النهارده الحاج جابر ووفاء نزلوا اسطوري، وكانوا عايزين حمدي، وبيتأسفوا له. كانوا بيقولوا يا حمدي احنا اسفين، تعالى يا حمدي عشان خاطر الوالد والوالدة مسافرين، فما ينفعش ان انت ما تشوفهمش، وما ينفعش ان هم يمشوا وانت مش مراضيهم، وهم زعلانين وانتوا الاتنين مزعلين من بعضكم. فيا رب يكون حمدي شاف الستوري دوت، ويا رب يقابلهم ويشوفهم قبل ما يسافروا، عشان خاطر رضا الوالدين يا جماعة، اهم حاجة رضا الوالدين. فبجد هما ندمانين جدا جدا. طلعت وفاء، بصوا شايفين منظر وفاء والدموع يعني مالية عينيها، وبتقول يا حمدي ما انت بتعمل فيا كذا مقلب، يعني انا مش بزعل وعملت فيا مقلب ده ومقلب ده ومقلب ده، وانا اسفه يا حمدي، انا مش هعمل مقلب فيك تاني ومش عارفه ايه. وطلع بقى تعتذر قدام العالم طبعا كله، عشان خاطر حمدي الصراحه كان مقلب فظيع جدا جدا، وخد بخاطره جدا. فطلع الحاج جابر برضو قعد يتكلم يا حمدي انت بتعمل مقالب كتير، واحنا مش بنزعل منك وما فيهاش حاجه ومش عارفه ايه، وشغال يتكلم معاه كده. فطبعا يا رب يكون حمدي سامع وشايفهم، ويروح يشوفهم قبل ما يمشوا، لان ما ينفعش يمشوا هم زعلانين ولا ما يشوفوش حمدي ولا حمدي يشوفهم. فكده بجد حاجه تزعل جدا ان هم حد يمشي وهو زعلان، خصوصا من ابنه، يعني من ضناه. فبعد ما اتبسطوا من الرحلة الجميلة اللي عملوها وكده، حرام يعني ان يمشوا زعلانين. فان شاء الله حمدي يشوف الاسطوري، ونشوف بقى المفاجأة اللي بعد الاسطوري وبعد سفر الحاج جابر للعودة الى مصر. ناس كتيرة طلعت يا جماعة قالت ان دوت مقلب. انا بصراحه لحد دلوقتي مش عارفه، انا الصراحه دموع حمدي دي مش مصدقه انه مقلب، بس انا حاسه ان حمدي هيرجع لهم بمقلب. ناس كتيره اتكلمت قالت ان دوت مقلب. ليه بقى؟ لان الحاج جابر ممكن يكون مقلب مع الحاج جابر وحمدي متفقين عليهم، يا اما مع الحاجه سعديه وحمدي، فاهمين؟ لانهم بصوا لما قعد يعيط ويمشي وكده، تحسوا ان هما اصلا ممسكوش فيه للدرجه، يعني سابوه يعني واحد لما يشوف ابنه معيط بالطريقه دي وراح يسوق عربيه وماشي، هيمسكوا فيه بطريقه جامده. لا، ممسكوش فيه بالطريقه دي يعني. فالله اعلم، ده كلام طالع يتقال كده، فمش عارفه صح ولا غلط. انا خايفه ممكن يكون مقلب، يعني فعلا زي جبس مصر زي ما عمل كده.